شخص تونسي باش يكون أقوى قائد بعد حنبال من 2200 عام. كملوا الفيديو للآخر باش تعرفوا الحكاية. نوسترا آدامز، الطبيب والألشيميست الفرنسي اللي عاش بين 1503 و 1566، خرج كتاب اسمه لي بروفيسي، قلب العالم إلى يومنا هذا. كرر فيه توقعات كبيرة باش تغير العالم، مع العلم اللي كل توقعاته صارت، اللي خلات الناس تشك اللي هو عنده موهبة غريبة والعبد جاي من المستقبل، وخاطره زادة اختفى بصفة غريبة، وثلثي توقعاته صارت. والكتاب متاعه يقرأوا فيه في أكبر الجامعات البريطانية والأمريكية. ومن أشهر التوقعات اللي قام بها هو اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، وتوقع زادة القنبلة متاع هيروشيما وناكازاكي. وفي الكتاب متاعه ذكر الحرب العالمية الأولى والثانية والثالثة اللي باش تصير، وحكى زادة على تونس في كتابه. في كتابه تنبأ بظهور حنبال جديد في نفس المنطقة اللي عاش فيها حنبال في تونس يعني، وقال اللي هو باش يرعب وباش يكون أكبر مهدد لهم من الناحية الاقتصادية، السياسية، العسكرية. وبعض المفسرين يقولوا اللي الشخص هذا باش يعمل تحالف مع بعض بلدان شمال إفريقيا والعراق وإيران، ويتكونوا قوة عظيمة على الآخر باش يطيحوا عدة ويسيطروا عليها من نواحي الكل. وكان تحبوا تقراوا شنو قال بالضبط، تنجموا تدخلوا للليان في الديسكريبسيون تزيدوا تشوفوا، وزعما يجي نهار وتونس تولي دولة قوية.